سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلنا أول شيء ننتظر دخول المتابعين. حياكم الله وبياكم متابعي الكرام. صفحتي توقفت قبل ساعتين تقريبا. دخلت في فيديو مباشر أتكلم على الأخ اليمني اللي انضرب في السعودية لأول مرة في التاريخ. كنا نسمع عنه بإهانات، عن السجن، عن ترحيل، لكن الضرب أول مرة، هو السب واللعن والكلام اللي سمعناه اليوم. انتظر الأخوة والأخوات يدخلوا أول علشان أوضح لهم إيش حصل بخصوص الأخ اليمني جمال سنان. الأخ اليمني جمال سنان يمني مغترب في السعودية في حي الفلاح مخرج 7 مقابل قصر الأمير. نديها بالتفصيل علشان يعرفوا الجميع من هو. الأخ اليمني جمال سنان في حي الفلاح في الرياض مخرج 7 مقابل قصر الأمير. اعتدى عليه مواطن سعودي يقال انه امير، والله اعلم. ذكر انه امير. ذكر انه امير يعني. والاخ اليمني دي بينتقدوا ليش ما تحرك، ليش ما سواه، وكان الشخص اللي ضربه وهدده كان ماسك المسدس. انتم سمعتوا، لكن نسمعكم مره ثانيه الذي ما قد سمعوا يسمعوا. نسمعكم كلام السعودي الاهانه والسب اليمني وبعد احنا نعلق على الخبر. توقف سيارتك عندي يا قحبه يا خنيف، انيك امك في قبرها. تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفه هنا. حرك السيارة الحين يا قحبة، الحين يا قحبة تحرك السيارة. انيك امك في قبرها. هذا السعودي يتكلم هذا الكلام اليمني. نسمعكم مرة ثانية عشان تسمعوا، ونعتذر على الكلام البذيء وعلى الكلام القبيح اللي صدر يعني من قبل السعودي، لكن نسمعكم مرة ثانية عشان تتيقنوا يا مؤيدين. توقف سيارتك عندي يا قحبة يا خنيف، انيك امك في قبرها. تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفه هنا. حرك السيارة الحين يا قحبة، الحين يا قحبة تحرك السيارة. انيك امك في قبرها. هذا السب وهذا الإهانة في يمني مغترب في السعودية اسمه جمال سنان مغترب في الرياض في حي الفلاح. هذا الكلام والإثبات نسمعكم الأخ جمال بنفسه. هذا يقول ماشي يمني، وهذا يقول كلام غلط، وهذا يقول تحريض. نسمعكم كلام الأخ جمال عشان تسمعوا وتيقنوا أكثر منه. هذا والله محمد الله وإلى ولي العهد سيدي محمد بن سلمان سيده حفظكم الله. نتعرض للإهانة والقتل من قبل الأمير للمملكة العربية السعودية في حي الفلاح وعلى جميع مشهد. فأنا لي الله أنتم بعد الله، فلا أملك بيدي شيء. سيدي هذا هو الأخ جمال يتعرض للضرب في السعودية. الرسالة أول شيء بنوجهها إلى حكومة الفنادق، إلى حكومة الدشر، إلى الدشر. أبناء الدشر دي ما عاد قطع فيهم قاطع. أمس ضرب في تعز وميزنه راح ضحيتها أكثر من 20 شهيد، نساء وأطفال ورجال وكبار صغار. شو سمعتوا المسؤولين الشرعية؟ انتقد ولا تكلم ولا تحاكى. أنا الفيديو الآن أسجله من صفحة الأخ والظاهر الحميدي لأن صفحتي توقفت. أنا سجلت فيديو مباشر قبل ساعة ونص وساعتين، ووقفوا البث المباشر وحضروا صفحتي، وقفوني من النشر ومن الرسائل ومن كل حاجه. فاضطريت اني اسجل من صفحه الاخوه الظاهر. الاخوه دي بيسالوني يعني ليش ما سجلت الفيديو المباشر بصفحتي. رساله الى حكومه الفنادق، الى حكومه الدشر، الى حكومه الصعالي بهذا الجاه. عزوا انفسكم يا دشر يا ابناء الدشر. هربتوا من اليمن بحجه الشرعيه تدافعوا عن الشعب اليمني. الان نقصف، نضرب، نهتان، يسبوا امهاتنا، حريمنا، نساءنا يعني ذي في القبور، ذي عادن حيات وذيهن ميتات. يسبوا هكذا، يسب اليمن، يقول لها انا افعل في امك في قبرها، يسب امها لا قبرها. ايش عاد معنا من شرعيه؟ ايش عاد معنا من رئيس هارب؟ ما انتم الا حق عزايم وحق اكل وحق رقصات وحق دعاره وحق سكر وحق حشيش. يا سكارى يا طراطيل يا دشر يا ابناء دشر، اسمحوا لي على هذا الكلام ثار دمي. والله لا قدرت ارقد ولا قدرت اكل ولا قدرت حتى اسنب سنابه. رجيلي يرتجفين وقلبي يرتجف وراسي يرتجف وايدتي يرتجف. هكذا اصبحنا نهتان
نضرب في بلادنا ونضرب في بلادهم. يا حكومة الدشر صار حصمات أمس في كمران، وقبله في ميون، وقبله في تعز، وقبله في كل مكان، يعني وأنتم جالسين مثل المرملات اللي عاد قتل زوجها ولا ما زوجها داخل البيوت. بهذا اللي عزوا أنفسكم. يا تكلمتوا كلام رجال يا دشر، يا أبناء الدشر، يا تكلمتوا كلام رجال، يا عزتوا أنفسكم من السعودية، أو تنازلوا عن الحكم ذاكم تتكلموا واحنا شرعيه باي حق شرعيه. والله لا عد لكم شرعيه، ولا عد لكم مكان في اليمن، ولا عد لكم مكان في قلوبنا، ولا عد لكم شرعيه في البلاد نهائيا. طبلوا ذي طبلوا لكم، وايدوا ذي ايتوا، وقتلت الرجال في الجبهات علشان عبد ربه، علشان النايم ابن النايم، وعلشان حكومه الفنادق، حكومه الدعاره، حكومه الصعاليك. قتلوا الرجال في الجبهات، ويتمت النساء، ويتمت الاطفال، وترملت النساء، الامهات الثكالى بالالاف، النازحين بالالاف على شرعيه عبد ربه. والان نضرب نهتان، يسبون نسائنا، ينتهكوا اعراضنا، يلطمونا، يضربونا، ولا حدا منكم انتقد حتى بكلمه واحده. اطلعوا حتى بتقرير واحد بس، انتقدوا حتى القصف اللي حصل امس في تعز، انتقدوه، تكلموا بكلمه واحده بس، انتقدوا القصف اللي حصل امس في تعز، قولوا يعني عن نرسل بعثه، عن نرسل تحقيق، لكن ولا كلمه، لا كلمه ولا انتقاد ولا بيان باي حق يعني شرعيه. اقسم بالله ما لهم اخواتنا في الجنوب اذا حاربوكم واذا حاصروكم واذا طردوكم من الفنادق، لا عندكم يعني اعاده، لا عندكم شرعيه، لا في الجنوب ولا في الشمال ولا على ارض اليمن، ولا عندكم يعني رجوع. باي حق تكون شرعيه، باي حق شرعيه، ونسائنا تقصف، يعني رجالنا يهانوا ويضربوا. شفتوا كيف الفيديو كان بيهين اليمني ويلطمه ويخرج الدم من يعني من وجهه. باي حق عندكم شرعيه. لا، رسالة ثانية إلى الأخوان اليمنيين والأخوات بذا الجاه، لا عاد حدا يطبل ولا عاد حدا يقول شرعية بهذا الجاه عليكم. أنتم شفتم أمس النساء تندب، النساء يعني أمس الأرامل، الأيتام، الثكالى، الآباء، الأموات في تعز تبكي وتعزي وتندب من طرف تعز لا طرفها. في المجزرة دي حصلت أمس، وهم في الرياض أمس في الأعراس يرقصوا على الشيلات ويدرسوا ويشربوا وياكلوا الكباش قدامهم. في تعز ما لقيوا شربة الماء، بيمسكين النسوان 10 ساعات طابور على الوايتات، لا ما يشربوا حبة ماء ولا يبزلوا مدبة ماء. وهم امس القهوة والعطور، عطور العود والثواب الدفاه، وقدامهم جمال على ما هي، بياكلوا والباقي يضربون القمامة والزبالة. الله يكرم السامعين. واحنا في اليمن ناكل خرا ونقصف ونهتان داخل البلاد ونجوع ونموت ونشرد ونلجأ، وهم في السعوديه ياكلوا ويشربوا. عاد هذا حكومه؟ لا عاد طبلوا لهم، انتم ذي طبلتوا لهم. دوروا لكم ناس ثاني ذي توالوهم، وذي تختار لكم حزب ثاني، اختاروا لكم يعني رئيس ثاني، اختاروا لكم شرعيه ثانيه، ذي يعني يعرفوا سمعتكم. الدول الاوروبيه ولا الدول الاخرى لو ما غير واحد يقتل، قتل يعني واحد يعني اوروبي في مصر قبل 3 أشهر، قطعت العلاقات مع مصر، وقع يعني قطعت العلاقات مع مصر، واحنا نضرب نهتان، يسبونا يريكوا عارنا مثل ما بيقولوا في الفيديوهات السعوديين، يسبون منا داخل قبره، وانتم ولا كلمه ولا كلام. لعنه الله عليكم وعلى ذي عاد ما يأيدكم وعلى ذي عاد ما يعترف انها شرعيه. قرحت قلوبنا يا طراطير، يا ابناء الطراطير. ذي في السعوديه يهتر ويرحل، وذي في اليمن يقصف، واحنا في امريكا لا قدرنا نسافر، علينا حصار قد احنا بنتكلم، لا قدرنا نسافر، لا عاد طيران، لا عاد بحر، لا عاد جو. لي 4 سنين من السفر ما قدرت اسافر، ما علي من السفر. انا اجلس حتى 20 سنه قد يموت واحد، يموت 10، يمنعوا من البيت حتى 200 ولا 1000، ولا نجلس هكذا نهتان. صلحوا لنا حل، صلحوا لنا حل. ورساله لعلي عبد الله صالح، كفى يا علي عبد الله صالح، كفى اهل البلاد، شمتها البلاد والعباد. لك يعني 30 و40 سنه من سبتمبر وانت يعني تحذر من الكهنوت، تحذرنا من الامامه، وهكذا شي دخلتهم لا كل بيت ولا كل قريه ولا كل عاصمه. والحين تجي تقول لي مصالحه وطنيه بعد ما انتهكت الاعراض ودمرتوا البلاد والعباد انتم الحوثيين. تعز تئن وتون، ذي ما يمشي بطيره التحالف يموت برصاصه الحوثي، ذي ما يمشي برصاصه الحوثي يموت من الجوع والعطش. استحوا على انفسكم، استحوا على انفسكم، الله يلعنكم ويلعن ذي يرشحكم ويلعن يداكم ويلعن ذي رئيسكم. لا عاد رئيس ولا عاد زعيم ولا عاد سيد، عزوا انفسكم من البلاد، بهدلتوا بالشعب هذا المسكين. من يوم قامت الثوره سبتمبر واكتوبر جحر الحمار، حرام وطلاق من الدنيا ما شفنا الا الاهانه والذل. اليمني يمنع
من دخول الصومال، اليمني يمنع من دخول الامارات، اليمني ممنوع من دخول دبي، اليمني فتش يوصل اليمني الى مطار القاهره قالوا على جنب يا يمني، يفحصوا دم يدوروا يشوف المرض علشان يرجعوه اليمن. يفحصوا دم اليمني، يفحصوا فحص في مصر عشان يقولوا اذا انت يمني تعال على جنب دخل غرفه واحده. يفحصوا على اصل العرب واصل التاريخ واصل الحضاره والشعب ذي تاريخ 10,000 سنه. يفحصوا دمك يدوروا انت يمني على جنب، انت يمني على جنب. يفحصوا دمك في مصر وفي الاردن علشان يدوروا اذا انت مريض من كثر المرض ذي فينا والجوع والبهدله والحصار. صار يفحصوا دمانا. اذا انت يمني يرجع من المطار يرجعوا ابوه، انت يمني يرجع. جالس تمكن الحضاره والتاريخ، يلعن ابوها من حضاره اذا ما عزتنا، ويلعن ابوه من تاريخ اذا ما شرفنا، ويلعن والد والده من تتأيد ولا الطب الزعيم ولا سيد ولا الرئيس وقعوا رجال. جاء وانت ما بتلقاه حذاء اشتاء كلها بظلي من الزباله لا زباله وطارت لي صوره عبد الملك هذا في جبهتك. جالس لك يعني سنه ما دفعت الايجار ورافع صور عليه عبد الله صالح. قعوا رجال بنوا دوله سواء، بنوا دوله سواء تقرحت قلوبنا. قاعدين تحبل الحمير وتحبل التيوس من كلامكم يا اليمني كلكم. والله العظيم لولا تطبيلكم علي عبد الله وعبد الملك وعبد ربه ما اهتن يمني في السعوديه ولا ضرب يمني ولا سجن يمني. اول امس يمنيه بتناشد من داخل السجن في جده تقول له يا خرجتوني يا تبعت قضيتي يا انتحرت. لها 2 سنين في السجن لا فتح عليها، صاروا اهلها صاروا ربعها صاروا اخوانها صاروا الناس كلهم يدوروا حالتها الا الشرعيه حقنا الا حكومه الفنادق الا السفارات حقنا الا القنصليات. كل ما صاروا لها هناك ما حدا يدور ولا حدا يفتح في وجهها. اقسم بالذي لا اله الا هو ان عندي مواضيع لاخوات يمنيات يغتصبن داخل السعوديه، يغتصبن داخل السعوديه وانهم مهددينها من الكفيل. يمنيه هنا بنشر قصتها وانشر قضيتها تتصل لي وهي تبكي دم. اشرش يا اختي قالت الكفيل هددني دخل يا عم ما تفتشي وزوجها شغال معاه فوق السياره يقول لها يا عم ما تفتشي وترسل لي صور ولا والله اسجن واسجن ابوش. والله امسح بكرامه الارض يا يمنيه. اصلا انتم ما قبلكم لا حوثي ولا قبلكم عفاش ولا قبلكم احد. انت يمنيه ما انت بشيء. تشتي تجلسي في بلادنا هنا مكني من نفسك وانا اعمل لك يعني كفاله تاكل وتشربي 5 سنوات انت زوجك. واتصلت تبكي تقول لي خرجوني لا بلد يرجع اشحت، خرجوني لا بلد يرجع اشحت، ارجع اكل حذيف في الشوارع، ارجع اكل من الزباله. جالس يقول لي يا عم مكنتيني من نفسك، يا عم وصلت ابو شيء المحكمه انكم كذا وانكم مخالفين وانكم حوثه وانكم ما كذا كذا كذا. هذا نسوانا كفاكم تطبيل بذا الجاه. اليمني مؤتمريين الاصلاحيين الحوثيين بهذا الجاه عاد حيا الذي بيدافع على في الحدود كان تحذيه وحذي امه ذي بزته وذي ارضعته وذي حملت به، لكن ذي في الجبهات ذي داخل البلاد وذي في السعوديه والله انكم دشر ابناء دشر. لله 3 سنوات وحنا نقتلي شرعيه الفنادق. 3 سنوات يعني عبد الله صالح اليمني في السعوديه بيهينوا كرامته بيدعسوه اليمني دعس. شفتوا الفيديو لما بيقول له انت يعني والله لا افعل في امك للمقبره، جزني بامه للمقبره. يقول كذا اليمني يعمل بامه ويضربه ويلطمه. مش عاد يسوي بعدها لمن يلجا؟ كفوا التطبيل كفاكم تطبيل. هذا من جهتي يا ابو علي. لا شيء عندك حاجه اتكلم قد حلي يابس. كفيت وفيت ابو خليفه والله قد حلي يابس والله. ولا شفنا اي واحد كلهم مؤيدين واغلبهم لا يقولوا قد كنت اتكلم بلسان 25 مليون. ايش هذا احنا مؤمنين 25 مليون مهتان. نعم. 25 مليون مطبل. 25 مليون جاوع. لا عاد على اذكر تاريخ ولا حضاره. اذكر تاريخ وانت معزز ومكرم في بلدك. اذكر تاريخ وما انت شي موالي. اذكر دويلات من دول الخليج دوله يعني ما تساوي شيء كيلومتر ومسيطره على القرار في الامم المتحده لانه عزت نفسها بحكامها بمواطنينها. دول الخليج عزوا انفسهم واحنا 10,000 سنه تاريخ واحنا حمير واحنا سبع واحنا جحر الحمار الداخلي. عزوا انفسنا وكفاكم تطبيل. قطة خبر والسلام عليكم. لا عشان عندك حاجه وبعد تتكلم. لا عافية الله كل خير. انا اتمنى من الاخوه والاخوات انهم يشاركوا هذا المقطع. حملوا المقطع، انشروا في الجروبات، انشروا بالصفحات، انشروا وصلوا لحكومه الفنادق والدشر والصعالق حق الفنادق. يعزوا انفسهم يرجعوا الى بلادهم. لا عاد في ابدكم كرامه يا دهج يا ابناء الدهج. رجعوا البلاد، رجعوا الى البلاد، تصالحوا وشكلوا حكومه واحكموا اسرقوا وانهبوا وثروها وكل شيء لكم. المقطع زد عرضه خلصنا يلا. هذا مرة ثانية هذه دخلوا متأخرين. شوفوا هذا الكلام كله. وقف سيارتك عندي. مرة ثانية نرويكم
دي دخلوا متاخرين يسمعوا الكلام. هذا الفيديو لسعودي يسب ويهين ويضرب يمني في الرياض. اسمعوا الكلام مره ثانيه. هذه دخلتوا علشان تاكدوا مره ثانيه. توقف سيارتك عندي يا لحبة يا خنيت، انيك امك بقبرها. تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفها هنا. حرك السيارة الحين يا قحبة. الحين يا قحبة حرك السيارة. انيك امك في قبرها. يفعل في امه لا قبرها. هذا واحد سعودي قال انه امير والله اعلم، لكن احنا نسينا. هذا المقطع ذكر انه امير نفس الله اعلم. احنا نطالب الحكومه السعوديه، ما ذكرناش الحكومه السعوديه، لن نسيء ولا نتكلم حفاظا على اخواننا المغتربين دي عدم على مشاعرهم. الحكومه السعوديه ضروري ما يلقوا القبض على هذا المجرم، على هذا الكلب ذي اهان وضرب اليمني. نطالب الحكومه السعوديه لا بان يعني نسب ولا عبان نتكلم، تعبنا نشتيكم، نبغاكم على كلامكم علشان تفهموا، نبغاكم تلقوا القبض على هذا المجرم ذي اهان اليمني وضربه وسب امه، والا بعدها نبدا تحريض، بنحرض تحريض وتقول حتى يعني لا عاد نتكلم. والسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.